عاجل تمت حمدي فتحي إلى نادي الوكرة، وكهربا والإيقافات في الدوري، وكهربا ومشاكل الزمالك. كل هذا في حلقة شيقة مع الكورة مع حلاوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الحلوانية في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة، حلقة نارية. ما تنساش اللايك والشير لأخوك الحلواني اللي توقع لك مباراة الأهلي وفسرها لك تفسير منطقي. اول هام قبل ما اخش في الحلقه بتاعتنا، عاوز اقول لكل جمهور الاهلي اللي انا واحد منهم 1000 مليار مبروك. 11 طابت وربنا وفقنا وقدرنا ناخدها من قلب المغرب ومن قلب ملعب مركب محمد الخامس، واثبتنا للقاره كلها اللي احنا مش عايزين نثبت لها حاجه اصلا، ان احنا تاريخنا بيثبت لنا كل حاجه، ان احنا ما عندناش حاجه اسمها عقده. احنا اللي عقدتكم كلكم، احنا عقدتكم في القاره كلها. اسالوا الملاعب كلها مين الاهلي، هيقول لك عقدته في تونس وسمينا ملعب رادس بملعبنا، عقدته في جروه وسمينا ملعب القطن الكاميروني بملعبنا، عقدتكم اهو في كازابلانكا وبقى اسم ملعب مركب محمد الخامس بمركب محمد عبد المنعم. كل هذا وكل هذه الاخبار انتظروها معايا واحده واحده هنفسرها. حمدي فتحي النهارده الكابتن محمد الجزار المراسل الصحفي في الدوري القطري اعلنها رسميا بان حمدي فتحي خلص مع نادي الوكرة رسميا بعقد يمتد لحوالي 3 مواسم ب6 مليون دولار. خبر لسه طازه. تفاصيل الخبر بتقول ايه؟ حمدي فتحي، احنا اتكلمنا من بعد مباراه الترجي وقلنا حمدي فتحي جاي له عرض قطري وعرض قطري قوي، ولكن ما كانش فيه اخبار انه مأجلينه لبعد النهائي. الخبر اكدوه النهارده الصحفيين ان حمدي فتحي خلص مع نادي الوكرة وخلص ب6 مليون دولار. خزينه الاهلي بتدخلها الاموال من حيث لا تحتسب. فضل الله حمدي فتحي هيبقى اضافه قويه للدوري القطري، واضافه خزائن الاهلي مبلغ محترم نقدر نعوض بيه راس الحربه اللي احنا بنهاتي بيه ادينا 2-3 مع مكسبنا 4 مليون دولار في مباراه النهائي. فبالتالي ده هتخش خزائن الاهلي حوالي ما يقل عن 10 مليون دولار. نقدر نتحرك في مهاجم سوبر ونقدر نعوض نص الملعب، واحنا نص الملعب عندنا بفضل الله في تخمه في اللعيبه، في قندوزي لسه ما شفناهوش قوي، في قفشه موجود، في ديانج، في السوليه، في مروان حمدي، ونقدر ندعم بصفقه ولا 2 تاني. ولكن احنا محتاجين صفقه في راس الحربه. احنا راس الحربه ما عندناش راس حربه يا جماعه. اقسم بالله لو عندنا راس حربه النهائي ده في مركب محمد الخامس يخلص 3-4 بعد ما اتفتح الملعب في اخر 10 دقائق و5-6 انفرادات ومفيش ولا لعيب قادر يحط رجله على الارض، رغم ان اللي كان بيلعب راس حربه في اخر 10 دقائق ده محمد شريف لسه نازل من على الدكه. عشان مش حد يقول لي ده كان تعبان، ده كان مرهق، ده ما لعبش 10 دقايق ربع ساعه. هو نزل في الدقيقه 67 ولا 68 والانفرادات دي جت من الدقيقه 85 ورايح، يعني ما كانش له 10 دقايق ربع ساعه في الملعب وياخد الانفراد ويروح بجميع سذاجه اللعيبه يضيعها ويحطها بره. ايه الرعونه دي؟ النهائي كان ممكن يتغير، كان ممكن كره ثابته يخطفوا الهدف الثاني ويدخلوك في معمعه البلنتات والاكسترا تايم وما تضمنش الدنيا فيها ايه، بعد ما كان المدرب عمل تغييرات كلها دفاعيه وكان وارد يحصل اي حاجه. طب ليه تحط فرقتك تحت الاسبريس ده وتحت الضغط ده؟ كان واجب على لعيبه الاهلي تخلص المعمعه دي بسرعه. هم راحوا بكورتين، كوره في مصر حطوها جون وكوره هناك من كوره ثابته حطوها جون. ده الفرق بين هنا وهنا. لازم تكون انت عندك النجاعه الهجوميه انك تخلص على اي فرقه مستسلمه قدامك. حمدي فتحي هيبقى اضافه كبيره للدوري القطري، وبالنسبه للنادي الاهلي مش هيبقى خساره ولا حاجه. احنا واخدين مبلغ محترم فيه ومعانا مبلغ محترم من النهائي، وباذن الله هنلعب السوبر وناخد مبلغ محترم. خزائننا هتنتعش ونقدر نطالب الاداره بالصفقات بقلب جامد، عشان ما حدش يقول لك مفيش سيوله في الدولار، مفيش سيوله مش عارف في ايه. لا، انت جاي لك دعم اهو وسيوله محترمه اهي تقدر تتحرك من خلالها وتقدر تتحرك ان انت ايه تقضي لنا المصلحه دي وتجيب لنا راس حربه محترم عشان الموسم الجاي ما نقعدش نهاتي ونهاتي. كولر 1000 مليون شكر ليك يا كولر، عملت انجاز تاريخي، 3 بطولات حد الان، عندك لسه سوبر، عندك لسه دوري،
دوري بتفنش فيه وسوبر افريقي نخلصه ونروح كاس العالم للانديه. يبقى كده كتر خيرك، باذن الله نامن على 5 بطولات والسته دي نشارك فيها اداء مشرف ونحاول ناخد ميداليه منها، ويبقى كده كتر خيرك يا كولر، عملت اللي عليك وزياده وجبت لنا اعلى من طموحاتنا خلال الموسم ده، ومعاك اسكواد ما اتغيرش كتير عن اسكواد موسيماني. فكولر مدرب محترم، تسلم البطن اللي شالتك، تسلم العين اللي جابتك، مارسيل كولر. خش في اللي بعديه، كهربا يا جماعه لو تنسوش كان واخد 12 مباراه من لجنه الانضباط وكان غرامه مليون جنيه. واحكي لكم قصه على السريع. الاهلي ساعتها رفع قضيه على لجنه الانضباط فوقف العقوبه ولعب كهربا لحين ما ما المحكمه الاداريه تحكم في البطوله، تحكم في العقوبه. ولكن خلال المحكمه الاداريه ما كانت عاطيه ميعاد انها تحكم في العقوبه، الاهلي سحب التظلم بتاعه امام المحكمه الاداريه، فرجع لجنه التظلمات لمهامها الرسميه وترجع تبص في التظلم اللي الاهلي كان مقدمه ليها في عقوبه كهربا. فكهربا غالبا من بدايه الدوري في مباراه حرس الحدود او اللي بعديها مش هيلعب، لان كهربا هيبقى عليه ايقاف. اقل حاجه لو بصوا في لجنه التظلمات ممكن يخلوها، واخبار شبه مؤكده هتبقى 6 مباريات مع عقوبه ماليه، بس لسه العقوبه الماليه كانت مليون جنيه، ممكن تنزل لربع مليون، نص مليون، ولكن ممكن تنزل ل6 مباريات. فكهربا هيغيب حوالي 6 مباريات وهيفنش الدوري مع الاهلي. الاهلي خد من كهربا اللي هو عايزه وعمل الحته دي بذكاء قانوني من المستشارين القانونيين للنادي الاهلي، اللي هو خلوا كهربا يلعب لاكتر وقت ممكن عشان يبقى جاهز لافريقيا. وبفضل الله كهربا خد هداف افريقيا، جابوه من الرمد وخلوه هداف افريقيا. كل ده يرجع لكولر واداره حكيمه في اداره الصفقات. فبالتالي كهربا غالبا هياخد له 5-6 ماتشات ايقاف وبعد كده هيرجع يكمل الدوري. الاهلي لسه ما لعبش غير 24 ماتش، يعني ليه حوالي 10 ماتشات في الدوري ويخلص. ممكن كهربا يغيب منهم 6 ويرجع اخر 4 ماتشات يلعبهم ويفنش الدوري مع الاهلي ويجهز نفسه لمباراه السوبر الافريقي باذن الله. نرجع بقى لكهربا برده مش هنسيبه. عندنا كهربا ومشكلته مع الزمالك في الماليات، القضيه اللي كان محكوم عليها ب2 مليون دولار. كهربا غالبا المحامي بتاعه طلع واتكلم وقال احنا محضرين المبلغ وهنحاول ندفعه الايام الجايه. الزمالك المفروض كان يقدم مع عدم دفع كهربا للعقوبه، هيقدم للاتحاد الدولي الفيفا ان كهربا ما دفعش، فبالتالي هيتوقع عليه عقوبه 6 شهور. ولكن مصادر مؤكده من داخل الزمالك انه مش هيقدم دلوقتي الورقه دي. ليه يا حلاوه؟ عشان خاطر الزمالك غلط السنه اللي فاتت لما قدمها بدري في شهر 6، فبالتالي كهربا رجع في شهر 12 او في شهر 1 فلعب تلتين الموسم. هو غاب اللي هو الشهرين اللي هم بيبقى الدوري بيقف وبيبدا في 9 او في 10، فبالتالي هو كلهم غابهم شهرين ورجع يلعب تاني. فالزمالك قال لك لا انا معايا لحد قبل بدايه الدوري، فانا بالتالي الزمالك هياخد قرار بعدم رفع الورقه للفيفا الا في شهر 9 عند بدايه الدوري الجديد، عشان ياخد اطول فتره ممكنه في ايقاف كهربا. ان لما بيرفع الورقه دي للفيفا في شهر 9، فبالتالي 9 معاك 6 شهور من بدايه تقدم الزمالك ورقه الالتماس، فمعاك 6 شهور يعني من 9 لشهر 3. فبالتالي كهربا لو خد 6 شهور تاني هيبقى من 9 ل3، وكده هيأثر على كهربا انه الموسم بالنسبه له انتهى. شهر 3 يعني الموسم فنش دوري ابطال، دوري بيتفنش، كاسات بتبقى خلصت، فبالتالي هيبقى مأثره اكتر على كهربا انه مش هيلعب كميه الماتشات دي كلها. انما لو خد القرار في شهر 6 اللي احنا فيه ده، كهربا هيرجع على شهر 12 ولا شهر 1. فالزمالك كده ما اذاش كهربا، عادي غاب له شهرين لكنها اصابه زي ما عمل الموسم اللي فات. هم غابهم شهرين ورجع كمل بدايه الدوري كله والافريقيا كلها اهو وخلص الدنيا. فانا بتكلم في حته كهربا دي ان كهربا غالبا مع نهايه افريقيا اهو داخل له مبلغ محترم برده من الحوافز والحاجات دي ومدعوم بمبالغ محترمه هيخلص فيها، وغالبا في الشهر الجاي هيخلص مع الفيفا مشكلته وهيرجع كهربا تاني، كهربا جديد، كهربا هو ده كهربا اللي احنا عايزينه، هداف دوري ابطال افريقيا. كان كام خبر على السريع، ما حبيتش اطول على حضراتكم عليه، والف مليون مبروك للنادي الاهلي وموفق يا حمدي في التجربه الجديده، وباذن الله نجيب شويه صفقات ناخذ بيهم افريقيا. وحاسس ان ال11 خلصت، عاوز ال12 لو سمحتوا عشان انا مزلج اليومين دول، وحاسس ان ال12 جربت عليا، ما بحبش الاعداد الفرديه، الاعداد الجماعيه دي بتبقى حلوه. وسلام من الله عليكم ورحمه الله وبركاته.